هي مباراة تقريبا الحاجة الوحيدة السعيدة فيها الجمهور الزمالك النهاردة هو قطار السعادة. الزمالك بدأ غلط وكمل غلط، وفي الشوط الثاني مع التغييرات لعب غلط، فبالتالي الزمالك فقد 3 نقط، وبالتالي بيصعب موقفه في الدوري خصوصا مع انتظار مباراة الأهلي وبيراميدز. تابعوني انا صاحب الكوره عشان نتكلم عن مشاكل الزمالك النهارده وازاي رجالة أسوان عملوا جيم كبير قوي على الزمالك. طيب هو ليه الزمالك النهارده كان أليف، كان ما عندوش اي خطوره تذكر على مرمى اسوان باستثناء الجول وبعض المناوشات؟ الفكره كانت في اسلوب دفاع اسوان ازاي كان بيدافع، اسوان ازاي حجم فريق الزمالك فما خلاش الزمالك يقدر يشتغل شغله الطبيعي اللي هو اللي بيعتمد اغلب الوقت على المساحات. بص معايا 4-1 اللي بيعملها اسوان، مهاجم رباعي وسط الملعب، لاعب ارتكاز دايما حر عشان يقدر يغطي المساحات، ورباعي دفاعي. الرباعي اللي تحت المهاجم في مراحل ضغط في مراحل بناء الهجمه للزمالك دايما بيحاولوا ان هم يقفلوا اكتر او يضيقوا اكتر في مساحه الكوره. الزمالك بدا يخرج على الناحيه الشمال، بتلاحظ الميل اللي بيبقى معمول عشان يعمل ستاره على لعيبه الزمالك فما يقدروش يخرجوا في المساحات العكسيه فيقدروا يضربوا فريق اسوان. فانا بعوض فرق الكواليتي بان انا اعمل كثافه فحجم فريق الزمالك فما اخليش الزمالك عنده حلول يقدر يخرج بالكوره. ففي النهايه الزمالك بقى بيضطر انه يلجا للكرات الطويله. ولاحظ معايا هتلاقي ان في 3-4 فقط من لعيبه الزمالك على 5-6 لعيبه بيرتدوا من فريق اسوان، فدايما الكثافه الدفاعيه بتكون اكتر لفريق اسوان. بص معايا تاني، مهاجم وادي الرباعي، بص هنا كماشه معموله على دونجا وعلى عمرو السيسي، فبالتالي الزمالك مش هيعرف يخرج بالكوره من عمق الملعب. حلك الوحيد هو انك تخرج على الاطراف. هنا شيكابالا اللي نازل يستلم لتحت، بص هنا الباك اللي بيبدا يسيب مساحته ويطلع، لان كده الكثافه الدفاعيه اكتر لاسوان، فمش هسيب لعيب الزمالك يستلم في مساحه، لا ده انا هنزل معاه كاني بلعب مان تو مان. 4-1 ادي واحد ارتكاز مرحل شويه عشان يعمل عمق دفاعي ورا ارتكازين وسط الملعب، وادي الثنائي بيضموا في القلب عشان يعملوا حجب للرؤيه. انا مش هخلي الزمالك يطلع من العمق. فبص هنا معايا حسام عبد المجيد ماشي بالكوره مفيش اي حلول قدامه، هيعمل ايه؟ هنا فتوح الراجل ده يطلع عليه في الهالو، ففي النهايه احنا عمالين نمرر وخلاص. هنا دونجا ممسوك وهنا عمرو السيسي ممسوك، فبالتالي منطقه عمق الملعب كلها متلغمه. فايه اللي هيحصل؟ حسام عبد المجيد بيلعب في المنطقه اللي فيريرا موصيهم عليها. احنا هنلعب يا جماعه من عمق الملعب، هنهاجم اسوان من عمق الملعب. طب انا عشان اهاجم اسوان من عمق الملعب في ظل الكثافه والضغط والتنظيم والترحيل مش هعرف، فبالتالي ابدا بقى اخد بلان بي. عشان كده بص الرصه هنا اللي معموله، قفلوا تماما، سيطروا تماما وحكموا سيطرتهم على الدايره، فبالتالي الزمالك ما بقاش عارف يخرج من عمق الملعب. حتى اللعبه اللي الزمالك بيعتمد عليها زي ما بقول لك هو تعليمات فيريرا ان الزمالك هيخرج من عمق الملعب ازاي، هو انك دايما هتلجا لسيف الجزيري اللي بيسقط لتحت وسط الملعب عشان يستلم الكوره في المساحه اللي هي بين الخطوط، ومنه بيسحب المدافع فيفرغ مساحه في القلب فيتحرك زيزو او شيكا او امام. بس هل ده كان بيحصل؟ الاجابه لا، لان انت عندك رباعي ولعيب هنا ارتكاز وسط ملعب ساقط لتحت هو اللي كان بينزل مع سيف الجزيري، فرباعي الدفاعي بيفضل زي ما هو، فشيكابالا وزيزو ما بيعرفوش يخشوا للقلب، فبالتالي مفيش مساحه بتتخلق، فمفيش فكره هجوميه بتطبق للزمالك. لسان حال فتوح شرح اللعبه. بص الضغط اللي حصل، سيف الجزيري فقد الكوره، بدا اسوان يتحول على الزمالك ومفيش نص ملعب في الزمالك، فبالتالي دفاعيا وهجوميا مفيش اي ربط. بص معايا تاني الرقابه اللي معموله على دونجا وعلى امام عاشور وعلى السيسي، ثلاثي وسط ملعب فريق اسوان، عليهم 4، فالكثافه الدفاعيه اكتر لاسوان، في واحد مرحل وعامل عمق، وكده في واحد هنا بيقرب من اي لعيب بيخش في القلب سواء كان سيف او زيزو او شيكا، فانت عندك رباعي ورا وقدامهم واحد مأمنين ضد 3 بس من لعيبه الزمالك، فبالتالي دايما الكثافه اعلى. تاني حاجه هنا امام عاشور بيستلم وظهره للملعب، فبالتالي طول ما لعيب الارتكاز بتاعك سواء 6 أو 8 بيستلموا وظهرهم للملعب فممكن يغلط. غلط امام عاشور طبيعي لان هو مش شايف ومش كاشف الملعب، اتخطفت، اتحولت بهجمه خطيره جدا على الزمالك، كانت ممكن يسجل جول تاني، كانت النتيجه ساعتها 1-0. لما انت بقى بتلجأ لبلان بي اللي انت ما كنتش عامل حسابك عليها تماما، بتخرج على الاطراف. طيب انت عندك مجموعه لعيبه حريفه، مجموعه لعيبه بيعرفوا يخرجوا بالكوره، طيب هل انت بتوفر لهم الدعم؟ الاجابه لا. امام عاشور بيجري من اول نص الملعب لحد ما وصل على حدود منطقه جزاء اسوان، حواليه 5 لعيبه ومفيش لعيب من الزمالك بيسانده. فين فتوح اللي بيقدم المسانده؟ فين زيزو اللي المفروض ما يخشش للقلب لان المساحه كده مقفوله على امام، المفروض ان هو يقرب من امام او حتى على الاقل بتحركه يسحب الدفاع فيخلق مساحه او موقف 1 ضد 1 لامام. لا 5 على امام عاشور، مفيش اي حلول لانك ما عندكش بلان بي. كذلك الحال الناحيه الثانيه، هنا حمزه المسلوسي استلم الكوره، حصل ايه؟ زي ما قلت لكم فرق الكواليتي لصالح الزمالك، حاجه طبيعيه حاجه بديهيه لعيبه اسوان نفسها عارفاها، فبالتالي انا بزود كثافه في منطقه الكوره عشان اغطي على الفرق بتاع الكواليتي بالزحمه، ودايما معروفه القدره تغلب المهاره والشجاعه، فده اللي حصل النهارده وده اللي اعتمد عليه فريق اسوان. انت
انتهت حلقتنا النهارده. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم. لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للشانل، وفعلوا الجرس عشان كل فيديوهاتنا الجديده توصل لكم.